السلام عليكم، نتمنىكم كلكم تكونوا على خير. شكرا الناس اللي كتدعم القناه، وما نساش الناس الجداد اللي انضموا للقناه، مرحبا بالجميع. وما يفوتنيش نكون نشكر الناس اللي كتطبق الوصفات وكتبارطاجيها معايا في الخاص. بصراحه ممنونه لكم. لو فات ان الانسان كيتيق الوصفه ديالك يعني تيدير لها البراتيك، صراحه شرف ليا. الشيء اللي كيحفزني انني نعطي اكبر عدد ديال الوصفات سواء اللي كنخدم بها للدار اولا لي كوموند. على بركه الله، باش ما نطولوش لا فيديو، اليوم مملحه خطيره صراحه بالفرماج والدجاج بالزعتر، رائعه على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندنا جوج، عندنا لاباط وعندنا لا فارس. اول حاجه عندنا جوج كؤوس ديال الحليب سائل، عندنا كذلك 50 غرام ديال بارميزون محكوك رقيق اولا نص كاس تقريبا، 3 الحكاك ديال ياغورت طبيعي، نص كاس ديال الزيت، 400 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال خميره الحلويات ما تكونش عامره، تكون غازي. وبالتحديد كيس ونص، رص راس معلقه صغيره ديال خميره الفوريه ديال الخبز، ونص معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الزعتر. بالنسبه للافارس 400 غرام ديال الدجاج مقطع رقيق، صوطي بزويته بلديه وشويه د الملح والثومه على عافيه تكون شويه مجهده. 300 غرام ديال الموتزاريلا محكوكه غلاض، 4 معالق كبار ديال الزيتون خضر مقطع، 2 معالق كبار ديال الكورنيشون، نص معلقه صغيره ديال الملح، كذلك 2 علاب ديال الذره يعني معلبه، معلقه كبيره ديال الزعتر، ونص كاس ديال الزيت البلديه. على بركه الله ندوزو دابا للطريقه. تناخذوا البيض كنضيفوا ليه ياغورت طبيعي، كنخدموه غير بالفوي اولا بسباتيل اولا على حسب. يمكن لينا هاد الطريقه نقدروا نخدموها حتى في الكاس ديال الخلاط مثلا، الا بغينا نخدمو بسرعه صافي. وكنبداو نضيفوا الزيت بالتدريج، وحنا كنضربوا غير بالفوي مانيال هكا حتى كتنسجم المكونات كلها مزيان. من بعد كنضيف البارميزون. انا صراحه ما لقيتوش، خدمت غير بادام فروماج احمر واللي خدمت به، اي نوع تخدموا به. كذلك غنبدا نضيف في هذا الاثناء الحليب، وانا تنضرب بالفوي يعني غير بهذا غير باليد. ما يفوتنيش نضيف الزعتر، كتجي من السما خطيره. ثم كنضيف الدقيق الابيض على شكل دفعتين هكا باش كنتحكم فيها مزيان. دائما تنخدموا بالفورشات اولا بسباتيل اولا على حسب. نضيف الملح والخميره الفوريه وخميره الحلويات. نواصل تخلاط ديال المكونات كلها حتى تنسجم، ونضيف ما تبقى من الدقيق الابيض. وانا دائما تنخدم بالاداه اللي غنخدم بها، سواء الفورشات كيف قلت اولا سباتيل اولا على حسب، حتى كتنسجم المكونات كلها. هذه لا تكستور ديالها كتجي بهذا القوام، يعني 400 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هزات ليا هاد المكونات صافي. من بعد كنمشي للافارس. الحشوه الدجاج كيف كتلاحظوا يعني دائما كنصوطيو في زيت بطبيعه الحال، الزيت البلديه وعلى نار مجهده. كنضيفوا نص الكميه ديال الموتزاريلا، غنخليو النصف الاخر حتى الاخير. كنضيفوا المايس، يمكن لكم حتى الذره اللي كتجمد، كذلك الزيتون خضر مقطع والكورنيشون مقطع دوائر. هاد التركيبه ديال هاد الحشوه كتجي رائعه صراحه، يعني كلها كتواتى مع بعضياتها. وكنجمع بالزيت البلديه 4 كاس، وكذلك ومعلقه كبيره ديال الزعتر. انا صراحه خدمت بزعتر، ما كانش عندي الزعتر، ماشي ما كانش، غير عكست هذا صافي. لقيت زعتره قريبه خدمت بها، حتى زعتره كتجي مجهده زوينه. صافي كنحرك هاد المكونات كلها حتى كتنسجم. من بعد كناخذ اطار، عفوا مول ماشي اطار، يعني تقريبا ديمونسيون ديال 32 في 22. تندهنو، كنفرش ليه في القاعده بابي كويسون باش كيسهل عليا الديموناج. كنفرغ فيه نص الكميه ديال الخليط
كنحاول نوزعها وانا كنميل المول اولا اللاطه هكا باش كتاخد الشكل ديال المول، حتى كتقاد مزيان. من بعد كنوزع فوق منها الخلطه ديال الحشوه اللي خلطنا، راه ما تتهبطش. يعني لا حصرنا هاد الكميه ديال الدقيق الابيض اللي هي 400 غرام مع 2 كيسان ديال الحليب، يعني هذه هي لا تكستور ديالها، ماشي سائله غادي ينزل اولا ثقيله، لا ما بالعكس كتجي سوفلي، كتجي خفيفه. وبالمره يعني كيف شفتوا راح خدمتها غير بالفوي، يعني كافي ان باش طلعت. كيف قلت يمكن لينا نخدموها حتى في الكاس ديال الخلاط صافي. وهكا كنحاولوا يعني كناخذوا الكميه اللي عندنا ديال الحشوه وحنا كنوزعوها على سطح العجين حتى كتغطى كلها هكا باش تقطع كتجي يعني كل حصه واخده حقها ديال الحشوه. حتى كنكملوها كلها بالتساوي. رائعه رائعه هذه الحشوه صراحه. ما كنبغيش نبقى نشكر هذا، ولكن كنتمنىكم نتوما اللي تطبقوها وتقولوا رائعه، وفعلا غتقولوها ان شاء الله. غزاله غزاله كتمشي في العشاء، كتمشي في علاش لا كتمشي حتى في الغداء، صراحه رائعه. بالنسبه للانسان مثلا كديبلاصا اولا غادي للخدمه يقدر يدي غير مورسو كافي، يعني سيفيزون باش تشد ليه سميتو بحال تغدى. ومن بعد كنغطيو الحشوه ما تبقى من العجين اللي هي نصف الكميه، وحتى هي بدورها كنحاولوا نقادوها بالتساوي باش كتغطى الحشوه كلها وكتجي بحال سوربريز، يعني كتجي كلها معمره من الداخل. وكنبقى نوزع فيها كذلك في الزوايا كلها حتى تاخد حقها وتغطى الحشوه ما تبقاش تبان بتاتا. غير بالظهر ديال المعلقه نقادها. ومن بعد هذيك النص الكميه ديال موتزاريلا اللي خليت نغطي بها الوجه ديال العجين كلها حتى تغطى صافي. ونبدا نثبت في الوجه ديالها كيف قلت الدوائر ديال صوصيس فيمي. انا ما بصراحه ما لقيتوش، لقيت غير جامبون صافي وقطعته بقطاعه باش كيجي على شكل اوفال. نتوما ديك الساعه زين كيبقى لكم الاختيار، تقدروا حتى تثبتوا كاع بلاصه جامبون فيمي، تقدروا ديروا مثلا سوريس طوماط سوريس هكاك حبات صينين مثبتين، اولا رويسات ديال البروكولي، يعني بزاف ديال الافكار. كيف كتلاحظوا دشنت بها الفريرين وفعلا ما حشمنيش، يعني كنعطيوها العافيه من التحت 180 درجه حتى كتحمر، وعاود نغاتينيوها من الفوق. وهكا كنكونوا حصلنا على مملحه بالدجاج والفرماج والزعتر رائعه 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 صراحه. وهي كطيب واحد الريحه تخرج من الفران يا سلام، يعني المزيج ما بين حيت الدجاج والزعتر كيتواتاو بشكل غريب صراحه. نتمنىكم تجربوها، غادي تعجبكم وما غاديش تحشمكم. واللي دار التطبيق كالعاده بارطاجي معنا التطبيق. كيف كتشوفوا كتجي من الداخل فارسي، يعني واخده حقها ديال الحشوه رائعه رائعه. ان شاء الله جربوا هاد المملحه وبصحتكم وراحتكم.